السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو لنهار اليوم راح نهضر على أمر مهم بزاف يهم، خاصة الناس ولا النساء اللي مقبلين على فترة حمل أو على فترة أو يكونوا في فترة ولا يكونوا في فترة الحمل، يعني حابين يجيبوا أولاد ولا يكونوا في فترة حمل. تجنبوا الباراسيتامول، لأنه كما معروف أن الباراسيتامول يسبب الإجهاض في الشهور الأولى، وقد كما قادر يسبب الولادة المبكرة في الشهور الآخرين. لذلك فكاين يمدوه الأطباء في الأشهر الوسطانيين. أثبتت دراسات أمريكية أنه من أسباب التوحد هو الباراسيتامول. ف يعني راح يأثر له أكيد على الدماغ، وبالتالي راح يكون عنده مشكل في مشكل اللي هو من الاضطرابات النمائية اللي هو التوحد. فنقول لكم جماعة، ايفيتيو الباراسيتامول في فترة الحمل من الأول إلى الآخر. يعني ماشي تقول كنحتفظ بالطفل ما نجهضش معناتها نقدر نشربه من بعد في 5 شهور و 6 شهور. لا لا، لأنه راح يكون عنده انعكاسات أخرى اللي كما قلنا هي من ضمنها التوحد. إلى هنا نقول لكم بارك الله فيكم، ما تنسوناش دائما بالدمج بارطاج وسبسكرايب، وإلى فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم.